ان ساره مسؤوله الريتيل كانت موجوده هناك قبلها بيوم. نقدها الساذج لكيرت مدير المبرمجين انها ملاحظه على ان التيم بتاعه روح بدري، وانها لاحظت ان في 2 كانوا بيقروا كتب. الحاجه اللي بترسم تدريجيا فيلن الروايه الحقيقي ساره، اللي هي مش وحشه بقدر ما هي جهله. هي السبب من البدايه اصلا في الهدر اللي تم من وقت، هي السبب في الوعد بوقت غير منطقي، لانها ما تعرفش الامور بتمشي ازاي. وحاليا لما ناس فعلا في الشركه ابتدت تشتغل وتعدي العقبات، بدل ما بتشجعهم لا دي بتنظر عليهم، بتتهمهم بالاهمال لما بيمشوا، بتتهمهم بالاهمال لانهم بيتعلموا حاجات جديده تساعد الشركه، ودي الحاجه اللي بجد بتدمر الشركه. مش بس كده، دي بتيجي يوم الديبلويمنت بجهل شديد لعالم السوفت وير انجينيرنج وحساسيه طلب اي تغيير، بتطلب تشينج قبل الديبلويمنت بساعه. الملاحظه الثانيه في المشهد المتكرر للديبلويمنت انهم رغم انهم كانوا عاملين احتياطاتهم لكل حاجه، بس السيستم وقع، واكتشفوا ان سبب حاجه مربوطه بثيرد بارتي. الحاجه برضو اللي كتاب زي كلين اركتكتشر كان جايب سيرتها كجزء من مساوئ استخدام ثيرد واكسترنال لايبرز بارتيز ان جنرال. كان في حته لطيفه ان كان في قرار بوقف الريكومنديشنز كومبوننت عشان يظل البيع شغال، وده فن لعبه الاجايل ومتعه لعبه تكسير البرودكت، انك في وقت تقدر تضحي بمنتج عشان يفضل المنتج الاكبر في السيستم شغال ويدير عليك ارباح، مش فكره يعني انه يا كله يا بلاش. الديبلويمنت ده رغم المصاعب اللي بيشوفها بيشوف نجاح منقطع النظير من ناحيه مبيعات تقريبا بتغطي اهداف الكوارتر كله في طلعه واحده. الحاجه اللي بتقود ماجي انها تاخد ماكسين وكيرت ويقعدوا مع ستيف المدير التنفيذي ويقنعوه ان الكل بقى محتاج يعمل زي يونيكورن بروجكت، لان فكره الاكتشاف في حد ذاتها جابت فلوس محترمه، فعايزين من المبادره دي كتير. الحاجه اللي بيصدق عليها إيريك اللي اتكلم على ال5 موسم قبل الفيلم ده كله بشكل علمي، لما بيقول ان اي بيزنس لازم يلعب في 3 مناطق دايما. اول منطقه دي المنطقه الخاصه بالاوبريشنز، لانها هي اللي بتدير على الشركه المكاسب الحقيقيه الحاليه، بس الحقيقه ان ما ينفعش يبقى اعتماد الشركه على منطقه رقم 1 دي فقط، لان مع الوقت ممكن يظهر منافس يغلب بعنف ويسحب من سوق المنطقه كلها. فهنا بيجي دور منطقه رقم 2 ومنطقه رقم 3 اللي الشركات الكبيره العالميه بتلعب عليها بعنف، حيث ان المنطقه الثالثه هي فكره البحث دايما عن فرص وافكار ابداعيه في السوق، ولو حاجه فيهم لقت اعجاب ومنطقيه تتحول للمنطقه رقم 2 انها تخش في طور التنفيذ وتطلع على مراحل ويتم التجريب وتفضل تجيب ارباح لحد ما ارباحها توصل لدرجه معينه فتتحول لمنطقه رقم 1 بتاعه العمليات وهكذا. ومن ده بيتم الاقتراح في الاجتماع انه يكون في بادجت دايما للابداع، الحاجه اللي بتعصب ساره شخصيه الفيلن فاكرين، وبتحس ان الفلوس دي نوع من انواع الهدر رغم كل الهدر اللي هي فعليا عملته وهي مش دريانه، وان لو في حاجه استفادتها في الاجتماع ده فهو واضح ان في فلوس زياده وان ممكن يتعمل مكاسب اكتر بفلوس اقل، وبتقرر انها هتقنع البورد بده رغم اقتناع ستيف المدير التنفيذي بفكره الابداع. بعد الاجتماع ده الدنيا بتمطر نيازك عليهم من ساره. الكتاب في كل اللي جاي بيبتدي يدي رؤيه عن فكره الرؤيه الاكبر اللي ممكن توجه الشركه لمكان افضل او اسوأ، ومبدا حرب البوليتكس في اي شركه عامه. ساره بعد الاجتماع بتبتدي توتر كل مديرين المشروعات المجاوره ليونيكورن بروجكت، واللي كانت تاخد منهم ناس عشان يسندوا في نجاح يونيكورن بروجكت عشان تظهر التقصير وتحاول تخفز بنجاح يونيكورن بروجكت الارض. الخازوق التاني اللي بتديه لهم هو فكره انها اقنعت البورد بالبادجت ريدكشن، الحاجه اللي على اثرها بيتم استدعاء ماكسين وكيرت عشان ستيف يبلغهم بالخبر السيء ان الفلوس قلت بسبب ساره، بس يزود لهم على الطين بله ويقول لهم انه مع ذلك لسه متمسك بفكره قسم الابداع، فحتى بعد ما الفلوس قلت هو هيصرف فلوس على ده، بس ده معناه انهم محتاجين يمشوا عدد اكبر من الناس، بقوا مطالبين انهم يمشوا ناس. فإيريك بيرجع خطوه ورا وبيرسم حل حلو قوي، بيقول لهم انه بالرجوع خطوه ورا فالهدف هو التوفير مش الرفض. بيقول لهم ان في اي شركه في فرق ما بين الكور او القيمه والكونتكست السياق للوصول للمحتوى، وان العملاء والمستثمرين دايما بيجوا عشان الاولى، مع ان في شركات كتير بتقع في غلط الغرق في الثانيه من صرف الفلوس، بينما ممكن توفير الثانيه ويتعمل لها اوت سورسنج. ورغم يعني قبول الفكره على مضض الا انهم فعلا قدروا في الاجتماع ده يوفروا بحاجه مختلفه عن رفض الناس، وهي عن طريقه التوفير في السياق او الكونتكست ووضع ناس اكتر على القيمه بشكل مباشر. من اصيع الافكار اللي عجبتني في الكتاب الحقيقه. ساره لما اساليبها الغير مباشره ما بتنفعش لتوقيف مبادره الابداع بتلجا لاساليب مباشره اكتر، بتنقل ماجي اللي تعتبر بتشتغل تحتها لحته تانية عشان تليها، بتفتح تحقيق فيه تلاكيك لاي اخطاء كيرت ممكن يبقى عملها واللي بحسب القانون هيبقى موجود، لانه في اوقات كتير كان بيكسر القانون لتطبيق روحه، بس دي هديه على طبق من دهب لساره عشان تدمر كيرت. الدرس المستفاد الحزين هنا ان في اوقات
اوقات الشخص لما بيعمل اللي عليه وبياخد الشركه لحته احسن تحت اداره جهله او خايفه تفقد السيطره، ده بيبقى سبب جزا بدل ما بيبقى سبب مكافاه. بس دي حاجه ما بتوقفش ماكسيم ولا مجموعه الثوره، بيقرروا انهم هيطلعوا هم شخصيا في الاجتماع اللي بعده يعرضوا مبادرات ابداع للتجربه بتعجب الناس جدا. الحاجه اللي بتقود ان ستيف بينجح انه يقنع البورد ان ساره تحولت من انها بتهتم لمصلحه الشركه لانها بتهاجم مصلحتها، لانها مش عايزه تسمع وجهه النظر الاخرى بكل التصرفات الغير ناضجه اللي قامت بيها واللي بينتج عنه رفض ساره. النهايه السعيده للكتاب ان فعلا المبادرات اللي نجحت انها تتحول من نقطه 3 لنقطه 2 جابت نجاحات مبهره لمنتجات جديده فتحت اسواق جديده. وبعد ما كانت بارتس انليمتد متخصصه فقط في بيع قطع الغيار، بقى عندها حاجه زي انها تبعت لبروموشنز لناس اشترت بضائع مشابهه. بقى عندها القدره انها تبيع سنسورز تتحط على اجهزه العربيات ويتابعها اصحابها على الابس بتوعهم ويعرفوا امتى الوقت اللي يغيروا فيه قطع غيارها، ولما يغيروا بسهوله من البلاتفورم اللي موفر لهم المعلومات دي بسهوله، وهيقول لهم على اقرب محلات ليهم، واللي كمان عمل فيتشر توصيل قطع الغيار فيها خلال وقت اقل من 4 ساعات بعد ما كان بالايام. فكل ده بيقود فعلا ان بارتس انليمتد لما تبنت مبدا الحلول الذكيه وفكره مبادره الابداع لمنتجات جديده جابت مكاسب عالميه. الشركه بعدها بقت في وضع مرتاح واسهمها دايما بقت في الطالع، الفلوس موجوده، فابتدوا ينقلوا لسيرفرز افضل خلتهم يمسكوا شواكيش ويكسروا سيرفراتهم الخاصه القديمه في مشهد كان درامي جدا وهم بيشتموها على كل مره حرموهم من عائلاتهم وحياتهم الشخصيه بسبب سيرفر تعبان. وان بسبب نجاح اليونيكورن تيم وبسبب مدير تنفيذي صح زي ستيف اداهم امباورمنت. بتنتهي الروايه زي اي روايه ناجحه بتحول بان بشكل واضح في لهجه الايميلات اللي جايه من الانفستورز والبورد، انهم بعد ما كانوا بيبعتوا ايميلات لستيف في اول الشركه واول قصه الشركه بيشتموا على اللي بيحصل، بيقولوا لهم انه لو عايزين نصايح ممكن نقعدكم مع ناس، انه في النهايه بقوا بيطلبوا منهم انهم يجوا عشان عايزينهم يقعدوا هم شخصيا مع ناس ينصحوا ناس جديده بتبتدي عشان يلهموهم من النجاح اللي هم عدوا عليه في شركه بارتس انليمتد. الروايه دي حسستني قد ايه الشغلانه فعلا ممتعه. اخيرا اتمنى يبقى الفيديو عجبكم واداكم معلومات، شيروه مع اي حد حابين يبقى عارف المعلومات او المواقف دي، واشوفكم بقى على قريب على خير في فيديو لريفيو ذا فينيكس بروجكت. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب عشان لما ينزل الفيديو بتاع الفينيكس بروجكت يجيلكم النوتيفيكيشن.